السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنرى بإذن الله غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومصاب أم قرفة، غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن ريزان، غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم، غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة. فابقوا معنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومصاب أم قرفة. وغزوة زيد بن حارثة أيضا وهذه القرى لقي به بني فزارة فأصيب بها ناس من أصحابه، وارتث زيد من بين القتلى، وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مداش، وكان أحد بني سعد بن هذيم أصاب أحد بني بدر. قال ابن هشام سعد بن هذيم. قال ابن إسحاق فلما قدم زيد بن حارثة آل ألا يمس رأسه غسل من جنابه حتى يغزو بني فزارة، فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى وأصاب فيه، وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر. وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وكانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر وبنت لها وعبد الله بن مسعدة، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبابن مسعد، وكانت بنت أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع كان هو الذي أصابها، وكانت في بيت شرف من قومها. كانت العرب تقول لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة فوهبها له، فأهداها لخاله حزن بن أبي وهب فولدت له عبد الرحمن بن حزن. فقال قيس بن المسحر في قتل مسعدة سعيت بورد مثل سعي بن أمه، وإني بورد في الحياة لثائر، كررت عليه المهر لما رأيته على بطل من آل بدر مغاور، فركبت فيه قعضبي كأنه شهاب بمعرات يذكى لنظير. غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن ريزان. وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين، إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن ريزان، وقال ابن هشام ويقال بن رازم. وكان من حديث اليسير بن ريزان أنه كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في نفر من أصحابه منهم عبد الله بن أنيس حليف بني سلمة. فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا له إنك إن قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك وأكرمك، فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من يهود، فحملوا عبد الله بن أنيس على بعير حتى إذا كان بالقرقرة من خيبر على 6 أميال ندم اليسير بن ريزان على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففطن به عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله، وضربه اليسر بمخرش في يده من شوحة فأمه، ومال كل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه من يهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على رجله. فلما قدم عبد الله بن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه. وغزوة عبد الله بن عاتيك خيبر فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحقيق. غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي. وغزوة عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو بنخلة أو بعرانة يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ليغزوه فقتله. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال عبد الله بن أنيس دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن ابن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرانة فأته فاقتله. قلت يا رسول الله نعته لي حتى أعرفه. قال إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال فخرجت متوشحا سيفي حتى دفعت إليه وهو في ضعن يرتاد لهن منزلا، وحيث كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي. فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب
سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال أجل إني لفي ذلك. قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته، ثم خرجت وتركت ضغائن ومركبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال أفلح الوجه. قلت قد قتلته يا رسول الله. قال صدقت. ثم قام بي فأدخلني بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لم ذلك؟ قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخسرون يومئذ. قال فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه فلم تزال معه حتى مات، ثم أمر بها فضمت في كفنه ثم دفنا جميعا. وهذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى. انظر إرواء الغليل وابن كثير في البداية والنهاية وفي سيرته والطبري في تاريخه. قال ابن هشام وقال عبد الله بن أنيس في ذلك تركت ابن ثور كالحوار وحوله لوائح تفري كل جيب مقدد تناولته والضعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهند عجم لهام الدارعين كأنه شهاب غضا من ملهب متوقد أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره رحيب فناء الدار غير مزند وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. تمت الغزوة وعدنا إلى خبر البعوث. قال ابن إسحاق وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة مؤتة من أرض الشام فأصيبوا بها جميعا. وغزوة كعب بن عمير الغفاري ذات أطلاح إلى أرض الشام أصيب بها هو وأصحابه جميعا. وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم. غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم. وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليه فأغار عليه فأصاب منهم أناسا وسبى منهم أناسا. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن علي رقبة من ولد إسماعيل. قال هذا سبي بني العنبر يقدم الآن فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه. قال ابن إسحاق فلما قدم بسبيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فيهم وفد من بني تميم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ربيعة بن رفيع وصبرة بن عمرو والقعقاع بن معبد ووردان بن محرز وقيس بن عاصم ومالك بن عمرو والأقرع بن حابس وفراس بن حابس فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأعتق بعضا وأفدى بعضا. وكان ممن قتل يومئذ من بني العنبر عبد الله وأخوان له بنو وهب وشداد بن فراس وحنظلة بن داري. وكان ممن سبي من نسائهم يومئذ أسماء بنت مالك وكأس بنت أري ونجوة بنت نهد وجميعة بنت قيس وعمرة بنت مطر. فقالت في ذلك اليوم سلمى بنت عتاب لعمري لقد لاقت عدي بن جندب من الشر مهواة شديدا كؤودها تكنفها الأعداء من كل جانب وغيب عنها عزها وجدودها. قال ابن هشام وقال الفرزدق في ذلك وعند رسول الله قام ابن حابس بخطة صوار إلى المجد حازم له أطلق الأسرى التي في حباله مغللة أعناقها في الشكائم كفى أمهات الخالفين عليهم غلاء المفادي أو سهام المقاسم. وهذه الأبيات في قصيدة الله. وعدي بن جندب من بني العنبر والعنبر بن عمرو بن تميم. غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة. قال ابن إسحاق وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كالبليث أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا له من الحرقة من جهينة قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار. قال ابن هشام الحرقة فيما حدثني أبو عبيدة. قال ابن إسحاق وكان من حديثه عن أسامة بن زيد قال أدركته أنا ورجل من الأنصار فلما شهرنا عليه السلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنه إنما قالها تعوذا بها من القتل. قال فمن لك بها يا أسامة؟
قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى لو وددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني كنت أسلمت يومئذ وأني لم أقتله. قال: قلت: أنظرني يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال: تقول بعدي يا أسامة؟ قال: قلت بعدك. غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل. هذا ما سنراه في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر